تعالوا شوفوا الصينية بتاعتنا لما طلعت من الفرن. عايزاكم تخشوا وتشوفوا عملنا صينية الماكس بالفريك بالرز دي ازاي. شايفين حلاوتها؟ شايفين عاملة ازاي؟ شايفين الحلاوة بتاعتها اهي اهو. عايزاكم تخشوا وتشوفوا عملنا الصينية الحلوة دي ازاي اهو. احلى صينية رز بالفريك بالسمك اهو. عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشكر كل اللي بيدخل القناة بتاعتي اهو. شايفين يا جماعة ما شاء الله عليها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنعمل غدا حلو كده. عندنا بصلتين، وعندنا كوباية رز، وعندنا كوباية من الفريك، وعندنا السمك ده الحلو ده. هنعمل عندنا سمكتين حلوين كبار كده ما شاء الله عليهم، وعندنا السمك اللي هو الصغير ده السيجانة ده، وعندي حوالي نص كيلو طماطم، وعندي بصلتين. هعمل غدا حلو. السمك ده هعمل منه صينية من ماكس الرز والفريك. وتعالوا شوفوا معايا الاول هنعمل ايه. انا نقع السمك غسلاه ونقعاه بالميه والخل، وهشوف دلوقتي هنعمل ايه. انا دلوقتي عندي ليمونتين وعملت تومه. هقطع الليمون كده، هبتدي احيق التوم كده اهو عشان ابتدي ايه، وهشيل البذر عشان ابتدي ايه اعمل السمك بتاعي. انا قطعت السمكه نصين، هبتدي احيقها كده اهي معايا، وهبتدي احيق كل السمك بالشكل ايه ده اهو كده. هحيق كميه السمك اللي انا عندي كلها دي بالشكل ده اهي. السمكتين الكبار انا عملتهم على 4 حتت اهو. هحشي التومه بالشكل ده. هحيق كل الكميه اللي عندي وهرجع له. انا حطيت التوم على السمك، هبتدي ارش عليه الملح اللي انا ايه مبهرها، ملح وفلفل وملح وكمون وشطه. السمك مش عايز غير ملح وكمون وشطه. انا غلطت قلت فلفل، لا ملح وكمون وشطه. هنحيقه كده بالطريقه اللي انت شايفاها، طريقه حلوه جميله. شايفين السمك ما شاء الله عليه. هتبتدي ايه بس بعد كده نعصر الليمون. هتعصري الليمون عليه بعد ما تحيقيه بالطريقه دي اهو. هتسيبي السمك بتاعك وفي الليمون والملح ياخد الحياء بتاعه الحلو اهو. وهنشوف هنروح ان شاء الله هنعمل الصينيه. هنحضر للصينيه بتاعتنا. هنروح نضرب البصله في الكبه والطماطم ونرجع نشوف هنوريكم عملنا ايه. انا جبت حله حلوه اهي، هحطها على النار. هحط حبه زيت اهو. انا كده ايه فرمت البصلتين اهم في الكبه، وعملت حوالي نص كيلو طماطم ضربته في الخلاط اهو. وهنزل هنسيب بس الزيت يسخن شويه. هنزل بالبصلتين بتاعتي عشان ابتدى الزيت اهو يسخن. انا هنزل بالبصلتين هيبقى احلى صينيه رز بمكسيك من الفريك، يعني مكس مع بعض رز وفريك. هتبقى صينيه حلوه قوي هتعمليها اهو. هنسيب البصله بتاعتنا بس تصفر شويه وهرجع لكم. هننزل بالبصله بشويه من الملح شويه من الفلفل وشويه الملح كده احنا عاملينه اهو
ملح وفلفل، ملح وشطه وكمون، كل البهارات دي مع بعضيها تدي ريحه حلوه للبصله. طلع لك تتحمص مع البصله كده وطلع ريحه حلوه جميله خالص. نسيبهم بس يعملوا مع بعض كده عشان ما نطولش عليكم الفيديو. بس مجرد ما البصله بتاعتي ابتدت اهي تصفر معايا، انا هنزل بالطماطم اهي. نسيب الطماطم تتسبك، هرش عليها المعلقه الصغيره كده من السكر علشان يحمص الطماطم، وهغطي بقى الحله معايا لحد ما الطماطم تتسبك، وهرجع اعمل ايه، هشوف اعمل ايه في السمك. في الوقت ده انا حضرت صينيه اهي، طاسه على النار، هحط فيها حبه من شويه الزيت عشان ابتدي اقلي السمك بتاعي. هبتدي بقى ايه، اجيب الدقيق واعمل احط السمك بتاعي في الدقيق اهو. هتحاولي تنضفيه خالص وتدخلي التوم كده جوه عشان ما يقعش في الزيت. نضفيه بس عشان التصوير من قريب اهو كده، وهنزل بالزيت. هعمل كل السمك بالطريقه دي. عايزه كمان تحط صينيه الرز بالفريك السمك فيها ني ماشي، بس انا ايه هقليه. هعمل كل الكميه بالشكل، وتنفضي الدقيق خالص علشان ايه ما تحرقش معاكي في الطاسه. والله شكله احلى صينيه سمك بالرز والفريك. انا عملتها قبل كده بالفريك، بس انا حبيت اوريكم لما بعملها بالمحشي مع بعضه بيبقى طعمها جميل جدا. هنبتدي نقلي السمك وهنرجع. انا شايفين التخديعه بتاعتي ابتدت تتسبك. هسيب لها كوبايه ميه كده اهو، وههيئها وابتدي اسيبها تغلي واشوف هعمل ايه في صينيه السمك. السمك بتاعي اهو ابتدى يستوى معايا، شايفين؟ وهطلعه اهو. شيل كل اي حاجه في حته بتاع، وهبتدي احط ايه السمك التاني. انا عملت له دقيق. سمك السوداني ده سمك جميل جدا. هبتدي بقى بالسمك التاني وهرجع لكم هنعمل الصينيه بتاعتي. انا هنا قليت السمك بتاعي اهو، خلصته كده. غسلت الرز مع الفريك هنزله في الصينيه اهو. وهبتدي اوزعه كده كوبايه وكوبايه. وانا عندي التخديعه اللي انا عاملاها نزلها من على النار، هاخدها كده واكبها على الرز والفريك بالطريقه دي اهي. شايفين؟ انا مولعه الفرن بتاعتي طبعا، وهاجي احط زي ما انت عايزه تحطي فيها السمك. انا هحط فيها حتتين من السمك اهو. هدخلها الفرن، هسيبها يعني ثواني اهي هتغلي على النار، وهدخلها الفرن. واول ما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. الغدا الحلو ده يكفي مع السمك المقلي الجميل ده اهو، هيكفي من كذا نفر اهو.
هيكفي والله من 4 ل5 تنفار اهو. حاجة جميلة وحلوة خالص اهو. صينية سمك مقلي بالفريك، حاجة حلوة اهو. صينية سمك بالفريك، شايفين حلوة ازاي؟ عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين صينية الفريك بالسمك بالرز حلوة ازاي؟ والله دي تكفي من 4 ل5 تنفار اهو. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.